السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما ينفعش بقى يعدي الشتاء من غير ما نعمل سحلب. والسحلب ده من الحاجات الأساسية. تعالوا بقى النهاردة هنعمل السحلب، هنعمل بودرة السحلب وأقول لكم على سر خطير فيها بيخليها أحلى من اللي بنشتريها بكتير جدا. أنا بجد السنة اللي فاتت اشتريت سحلب والله رميته لأنه طعمه مخزز، لأن الحاجات دي مش بتتباع إلا من السنة للسنة. فعشان كده بقى نعملها في البيت وبطريقة حلوة كده وسهلة وحاجات بسيطة، وكمان حاجات تكون كده فريش وحلوة تديكي طعم خطير بجد. في البداية كده يلا نصلي على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ونبدأ الفيديو بتاعنا. أول حاجة أنا جبت ربع كيلو من النشا، مكوناتها سهلة جدا وبجد طعمها خطير. طبعا هنحطها بس بالمعلقة في برطمان بس يكون نظيف، واهم حاجة ما يكونش فيه مية خالص. اهم حاجة ننشف البرطمان كويس جدا لان الحاجة دي بتقعد من السنة للسنة، فناخد بالنا من التفاصيل الصغيرة دي. بعد ما حطيت بقى النشا بتاعي، زي ما قلت لكم هو ربع كيلو من النشا، وده طبعا اساس الوصفه. بعد كده بقى هنحط بقى باكت من الكريم شانتيه. عايزه اقول لكم الكميات دي بتختلف، يعني ممكن نزود مفيش مشكله، يعني لو زودنا وقللنا فمفيش اي مشكله. دي حاجه ترجع لكم، هي المكونات بس تبقى الاساسيه، تبقوا عارفين ايه الحاجات اللي انتوا هتحطوها. بس عايزين تقللوا الكميه او تزودوها دي حاجه ترجع لكم. كل ما هنزود في الحاجات دي هتدي نكهه اكتر، يعني كل ما هنزود مثلا في الكريم شانتيه او الحاجات التانية الاضافات التانية اللي احنا هنزودها هتدي نكهات اكتر. فانا بس استخدمت باكت من الكريم شانتيه، وعندي 2 من اللبن النيدو اللي هو 25 جرام. جبت 2 باكت منهم وهضيفه برضو عليهم. وزي ما قلت لكم الحاجات دي كميتها اختياريه. بعدين بعد كده بقى نقلب كويس. وطبعا استخدمت 2 من الباكت ده. دول كده المكونات اللي هي الأساسية، او المكونات اللي احنا كده مكونات الكريم شانتيه. بس هنضيف حاجة واحدة بس اللي هي باكت من الفانيليا، الفانيليا البودر. وفي حاجة كمان اسمها بودرة جوز هند، دي بنجيبها من عند العطار برضو، بس انا ما استخدمتهاش. انا استخدمت جوز هند عادي كان موجود عندي، فما كانش متوفر عندي ان انا اجيب بودرة جوز الهند، فاستخدمت جوزة الهند اللي هي العادية، المبشورة العادية يعني. هحط بقى الكمية برضو اللي انتوا عايزينها. انا حطيت يعني 3 4 معالق كده. وبعد كده بودرة جوز الهند دي بقى بالمناسبة لو انتوا جبتوها يبقى لازم ان هتحطوا معاه منها ربع معلقة صغيرة قوي لانها بتمرر، مش هنزود منها كتير. وبعد كده طبعا هنحط السمسم بتاعنا يكون متحمص وبارد طبعا اهم حاجة، ويكون متنضف كويس جدا. وبعد كده نقلب بقى الحاجات دي كده مع بعض. ده بس الجزء ده بس السحلب بتاعنا، احلى سحلب ممكن تاكلوه في حياتكم. طعمه خطير بجد. عايزين بقى تضيفوا جوز هند زياده، تحطوا بقى سمسم زياده، دي حاجه ترجع لكم، ملهاش كميه محدده يعني. وبعد كده بقى عندي السوداني بتاعي. لو انتوا حابين ان انتوا تضيفوه على البرطمان معاكم هنجيب سوداني مجروش، لو حابين تضيفوه على البرطمان على طول مفيش مشكله. لو انتوا بقى عايزين تخلوه كده على جنب، وبعد ما تعملوا كوبايه السحلب نحط بقى على الوش كده السوداني، حاجه ترجع لكم. بعدين بقى هنجيب كوبايه الحليب، تعالوا نجرب كده مع بعض. هنحط بقى معلقتين من البودره اللي عندي دي. طبعا الكميه ترجع لكم. زي ما قلت لكم في ناس بتحب الحاجه تبقى السحلب ده، في ناس بتحبه تقيل وفي ناس بتحبه خفيف، فده طبعا حاجه ترجع لكم. في ناس اصلا انا اعرف ناس ان هي السحلب ده مش بتشربه، ده بتاكله بالمعلقه. يعني كل واحد بقى على حسب بقى ما هو عايز. تحطوا بقى الكميه دي اللي زي ما انتوا عايزين. نحطها على النار ونستمر في التقليب، وما ننساش طبعا نضيف السكر. وفي ناس بتحط برضو السكر مع بودرة السحلب، بيحطوا سكر بودرة. بس انا مش بحب كده، لان في ناس بتحب الحاجة عادبة وفي ناس بتحب الحاجة، يعني كل واحد بقى على حسب بقى رغبته يعني. وبعد كده نحط بقى السوداني بتاعنا على الوش، وممكن نحط زبيب، اي بقى حاجة مكسرات انتوا بتحبوها، جوز هند اللي انتوا عايزينه. بجد كوباية سحلب خطيرة، من احلى انه الحاجات اللي عملتها بصراحة السنة دي هو السحلب ده. عايزه اقول لكم ان اولادي مش مبطلين طول النهار وطول الليل يا ماما اعملي لنا سحلب. فبجد من الحاجات الحلوه قوي اللي عملتها. يا رب بقى تجربوها ان شاء الله ومش هتشتروا سحلب تاني. شايفين بقى القوام الجميل ده؟ خطير بجد. جربوها وقولوا لي رايكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.